تعب حسن بعد فرح محمد ودخوله المستشفى، انتقاد الناس لنهال وازاي تطلع تعمل فيديو تتكلم فيه عن الميك اب ارتست بتاعتها اثناء تعب جوزها. هنعرف التفاصيل في فيديو النهارده. اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه علشان يوصلكم كل جديد، دعمكم هيشجعني اني اكمل. لقينا نهال امبارح او من ساعات قليله منزله فيديو لحسن وهو تعبان جدا وفي المستشفى ومعلق محاليل، ونهال استنجدت بواحد صاحبه ان هو يروح معاه المستشفى صحته من النوم، لان شكل حسن تعب جدا في وقت متاخر، فاستنجدت بواحد صاحبه لان طبعا مش هينفع تستنجد بالعريس، فاستنجدت بواحد صاحبه ان هو يروح معاه المستشفى. وكان فعلا حسن باين عليه التعب جدا. الشيء الغريب اللي حصل في نفس الفيديو ان نهال اتكلمت عن الميك اب ارتست بتاعتها وقد ايه مش عاجبها او زعلانه ان هي نالت انتقادات من الناس، وان هي ايه رايها في الميك اب ارتست بتاعتها، ولو ما كانتش عاجباها ما كانتش جابتها، وليه الميك اب بتاعها كان شكله مش مظبوط، وليه الميك اب كان بايظ. وطلعت تبرر كتير عن موضوع الميك اب وعن الميك اب ارتست بتاعتها، وبصراحه ده ما كانش وقته نهائي يا نهال. وفعلا المتابعين عندهم حق. انت في ايه ولا في ايه؟ في جوزك اللي تعبان ومعلق محاليل، ولا في الميك اب ارتست والميك اب اللي انت كنتي عاملاه؟ لازم تفصلي الامور عن بعضها، وكان ممكن تعملي ده في فيديو تاني لما جوزك يطلع من المستشفى وتطمني عليه. ما كانش وقته خالص. في المستشفى اثناء ما كانت نهال بتصور حسن وهو تعبان قالت العين جت فيه. مش شرط يا نهال انها تكون حسد ولا عين، ممكن يكون ارهاق، لان هو كان ملازم محمد ما كانش بيسيبه، وكلنا شفنا ان انتي وحسن يعني ما فرقتوش محمد وكنتوا واقفين في ظهره خطوه بخطوه. فممكن يكون قله اكل وارهاق وتعب، لان كلنا عارفين الاوقات اللي قبل الافراح بتبقى ارهاق جدا على العريس والعروسه والناس القريبين منهم واقفين معاهم في ظهرهم. مش شرط نهائي انه يكون حسد. لو كان حسد كان بالاولى انه يتحسد في فرحه مش في فرح اخوه. ربنا يا رب يشفيه ويخرج بالسلامه وتطمني عليه ويشفي كل مريض. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.